سنة وكل الأمة الإسلامية بألف خير يا رب. بمناسبة عيد الفطر المبارك، رمضان عدى في لمح البصر، وها نحن قد نستعد للعيد. فرحة العيد وأجواء العيد الجميلة اللي كلنا بنستناها كبير وصغير، وهو تحضير بسكوت العيد وكحك العيد وبيجامة العيد وتوك العيد وكل حاجة جميلة بنحضرها للعيد، ولبس العيد الجديد اللي كلنا طبعا بنفرح بيه، وحماية العيد اوعوا تنسوها، دي أساسي لازم كبير ولا صغير لازم حماية العيد دي. تعالوا بينا كده خدكم في يومي ونشوف ليلة العيد عندي بتبقى عاملة ازاي وأجواءها ايه وبحضر ايه وبعمل ايه للولاد. تعالوا بينا، بس قبل ما نبتدي الفيديو اعملوا لي لايك وخشوا اشتركوا في القناة اللي ما اشتركش ودوسوا على زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم مني كل جديد. نسمي بالله كده ونبتدي. هنا كان معايا ترمس كنت نقعاه قبلها بكام ساعة، ورحت بقى شطفته ورحت حاطاه على النار واسيبه بقى يستوي. الترمس اساسي في العيد. وهنا بقى هعمل حمص الشام، مش هحطه على الترمس، لا احنا بنحبه حمص كده بالمية بتاعته. هحط الحمص على النار كنت نقعاه برضو، وهحط له بقى خلوط لقوطة مع فص ثوم، وهو خلاص داخل في السوا، الحباية بتاعته يعني خلاص داخلة في السوا. هقوم حاطه له الملح وحاطه له الكمون والكزبرة والشطة والليمون، مش هضيفه غير لما اطفي عليه خالص عشان ما يمررش معايا. هسيبه بقى يكمل سواه، وتعالى افرجه على الريسبشن بتاع حماتي بعد ما خلص. شايفين عمايل ايديا وحياة عينيا، كل سنة وانتم طيبين. وهوريكم بقى الريسبشن بتاعي. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الكومنتات في الريسبشن بتاعي بعد ما جددته. حطيت له بقى فرش العيد الجديد. الفرش ده للعلم انا لسه شارياه كله، اشتريت بياضات جديدة واشتريت كوشن واشتريت فازات وطرب يعني ورد والحاجات دي كلها. لازم بقى اجدد الشقة وحفظات. خشوا بسرعة في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم في الشقة بعد ما جددتها. مستنية اسمع كده ذوقكم وآرائكم. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ اتغيرت تماما بالفرش الجديد اللي انا جبته. وعيد سعيد عليكم يا رب. تعالوا بقى كده نحضر الفطارة مع بعض عشان احضرها كده واحطها على الترابيزة علشان اي ضيف يجيلنا. اكيد طبعا اهلنا وحبايبنا هيجوا يعيدوا علينا، تبقى جاهزة على الترابيزة ويخشوا ايه ياخدوا منها على طول. هنا احط كده الكحك وبسكر من تحت وكعب الغزال جنبيه، واحط البوتيفور في الدور اللي فوق هو والغريبة، والدور اللي في النص ده احط فيه البسكوت. وهرصها رصة كده تفتح النفس عشان الضيف اللي يجيلك عينيه كده تروح عليها ويبتدي بقى ايه ياخد منها ويدوق بقى الحاجة اللي انت عاملاها. اهو هجيب كده شوية بسكوت وارصهم، يبقى كده رصيت الفطارة بتاعتي واطلعها بقى احطها في الريسبشن على الترابيزة، تبقى جاهزة اي حد يجيني تبقى محطوطة على طول. او بالشكل ده كده. الشقة دي شقة حماتي، وهي طبعا زي ما انتوا عارفين عمتي، فاللي بيجي على شقتها هي وانا ببقى موجودة معاها، فبيعيدوا علينا احنا. اللي دخلت بقى اجهز بيجامات الولاد بتاعة العيد لحسن ومحمد وسما. دي توك سما، شايفين جبت لها توك لون الترنج بتاع الوقفة، وتوك لون الطقم بتاع العيد نفسه. جبت لها بقى شوية اكسسوارات. ودي كده الجلابية اللي جوزها يصلي بيها، ودي البيجامة بتاعتي. بوريكم هدوم الصلاة وعباية الشقة اللي هي الاستقبال بتاعتي. دي كده عباية الاستقبال اللي هلبسها في العيد عشان استقبل بيها اهلي وحبايبي. ودي كده عباية الصلاة. ودي الحاجات اللي انا جبتها، توكة للشعر وكريمات وصابونة للبشرة يعني منظفة للبشرة وبرفان وصابعين روج كده كانوا ناقصيني. دي كده حاجتي جهزتها. اخش بقى بسرعة احط فيشة السخان عشان يلحق يسخن وايه واحمل ولاد علشان العيد طبعا. هنا كانت سما استحمت، انا بحميها اول واحده علشان على ما اخواتها يستحموا تكون هي بقى ايه ظبطت نفسها. رحت لها شعرها، حطيت لها مونوكير، ظبطت لها ايه نفسها كده. الناسونه كان استحمى هو كمان ولبس ترنج الوقفه. نبتدي بقى يستشور شعره كده. ما بحبش اعمل لسما شعرها كتير بالمكوى والاستشوار علشان بحسه انه بيقصف وانه الشعريه بتتحرق كده وبتبوظ. يعني انا شايفه ان الحاجات دي كده بنوتاتي اكتر، وكمان احافظ على شعرها. انا اصلا بعالجه بزيوت طبيعيه وكده، فمش عايزه بقى اللي بعالجه كله يضيع ايه في المكوى والاستشوار، فبعمله كده. كنا جهزنا بقى عشان نروح للصلاه.
كلنا كده جهزنا زي ما انتوا شايفين. ابتدينا بقى كده نروح الصلاة. كده جهزت كل حاجتي في البيت وظبطت الشقة وكل حاجة. مشينا بقى نصلي. ليلة الوقفة دي أصلا كنا معزومين عند بنت عمتي، يعني آخر يوم ده في رمضان بتعزم خالاتها وخالاتها واحنا وكده، يعني بتعزمنا كلنا ونقضي معاها ايه ليلة رمضان ونسهر. وبعد ما سهرنا معاها على الساعة 1 كده رحنا على بنت عم جوزي وكملنا مع عندها السهر عشان هي الجامع قريب منها، فبنسهر عندهم لغاية الصلاة ونمشي بقى كلنا نصلي مع بعض. هنا رحنا بقى كان لسه المكان فاضي، الساحة فاضية اهو، الجامع اهو لسه ما كانش حد جه كتير. احنا بنبدر عشان نلاقي مكان وتبقى الدنيا فاضية وواسعة قدامنا، ما نروحش في الاخر كده ونتزنق. وبنحب نسمع التكبيرات واحنا قاعدين. احنا ليلة الوقفة دي مش بنقضيها في البيت خالص، بنفضل طول اليوم كده برا، يعني طول الليل. وكل الحاجات دي انا كنت عاملاها قبل المغرب في الشقة، حميت الولاد وجهزت الحمص والترمس وجهزت كل حاجة ووضبت كل حاجة، بحيث ان احنا هنرجع من الصلاة طبعا هلكانين وتعبانين فننام على طول. طبعا انا اتأخرت عليكم في نزول الفيديو لان رجعت هلكانة جدا، ما نمتش غير الساعة 11، فقمت بقى تعبانة وهلكانة ما كنتش قادرة منتج ولا انزله. سامعين التكبيرات والناس فرحانة وكلها مزقططة عشان صلاة العيد. انا عندي العيد هي الصلاة بتاعته، يعني اجواء العيد والبهجة بتاعت العيد في الصلاة بتاعته في ليلة العيد نفسها. بعد كده خلاص بقى بحس ان هو يعني عادي، هي العيد عندي البهجة بتاعته في ليلة العيد والصلاة. كل سنة وانتم طيبين يا رب وينعاد عليكم وانتم في احسن حال، وربنا كده يا رب صالح حالكم وهادلكم ولادكم ومحقق لكم كل اللي بتتمناه انا واياكم يا رب. هنا بقى كانت هتبتدي الصلاة. يا جماعة الدعاء في صلاة العيد مستجاب، الدعاء مستجاب في صلاة العيد، فحاولوا تدعوا بكل اللي بتتمنوه ان شاء الله ربنا يستجيب لكم.